مشاهدينا اهلا بحضراتكم معنا وبرحب بحضراتكم وحلقه جديده من سيدتي. النهارده فريق عمل يوم الثلاث كالمعتاد فقرات مختلفه ومتنوعه، ودايما تتابعوا فقراتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب. الحقيقه النهارده هي حلقه مختلفه لانه النهارده يوم مختلف، النهارده عيد الميلاد المجيد، ويمكن الفقره الاولى هنحتفل مع حضراتكم مصر زي ما مصر كلها بتحتفل بعيد الميلاد المجيد. بالامس شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه احتفالات الاخوه الاقباط، وكان في وده كان واضح وشفناه كلنا في قداس عيد الميلاد، والذي كان موجود في كاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده. السيد الرئيس ارسى تقليد هام جدا وهو التواجد في قداس عيد الميلاد ومشاركه الاخوه الاقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كانت هناك كلمه هامه جدا، تمنى بالعام يعني مصر كلها عام سعيد، وان يكون قال ايضا ان هذا العام هيكون الافضل على بقيه الاعوام السابقه. كان ايضا السيد الرئيس قام بتهنئه الاخوه الاقباط واحتفال بعيد الميلاد المجيد من خلال تدوينه قام بسيادته بكتابتها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به في فيسبوك. يمكن من ضمن ما قالوا ان احتفالنا معا بالسيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمح أصيل من ملامح الشخصية المصرية. ستظل مصر دوما منارة للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الأديان. يمكن ده من جزء من كلمة سيادتي أو تدوين سيادتي للاحتفال أو تقديم التهنئة للأخوة الأقباط. الحقيقة زي ما قلنا في حلقتنا النهاردة هيكون في الفقرة الأولى احتفال أو نحتفل جميعا بأجواء الفرحة والبهجة لعيد الميلاد المجيد. كمان عندنا الفقرة أخرى على الهواء مباشرة هيكون معنا أستاذة حنان فايز، هي رئيس مجلس إدارة جمعية النسيج الواحد للتنمية، والحديث عن مبادرة نسيج واحد مشاركات مجتمعية على أرض الواقع. هنتكلم عن هذه المبادرة، ما قدمته وأهمية هذه المبادرة مما تخدم العمل الأهلي التنموي في مصر. يعني عندنا كمان فقرات مختلفة ومتنوعة، عندنا تقارير. خليني أقدم أيضا كمان الفقرة هتكون معنا ترانيم، يعني الترانيم هي عنوان البهجة والفرحة لعيد الميلاد المجيد، فيها جانب أيضا روحاني، قيم ومبادئ جميلة بيدعو لها هذا العيد. هيكون معنا أستاذة نرمين سعد هي مرنمة، وأيضا أستاذ باسم نعيم غالي هو خادم الكنيسة الإنجيلية. قبل أن نبدأ الحوار ونحتفل مع حضراتكم خلينا نذهب إلى فاصل. هنروح لإنفوجراف، وصاحبة الإنفوجراف هي السيدة ماري لوي بشارة. هذا الاسم هو اسم معروف ولامع في عالم الاقتصاد والصناعة، ولد عام 1966. هي عضو المجلس القومي للمرأة، تهتم كثيرا بالعمل التنموي بجانب طبعا العمل في مجال الأعمال والاقتصاد والصناعة. تهتم أيضا بالعمل التنموي وخدمة المجتمع وتحديدا تمكين المرأة اقتصاديا. هتكون هي صاحبة الانفوجراف في يعني بعد لحظات قليلة، بالإضافة لتقرير، وبعد التقرير نستعد مع حضراتكم وهذه الفقرة والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكل عام ومصر بخير.